السؤال بتاع ازاي تبيع مشط الواحد اقرع، انا ممكن اديك ليه 3 اجابات مش اجابه واحده، بس خلي بالك هو في اجابتين منهم صح قوي، بس اللي بيسالك السؤال مش عايز يسمعه، هو عايز يسمع اجابه واحده هقول لك عليها في الاخر. طيب ايه الاجابتين الصح؟ الاجابه الاولى، انا بشتغل ايه؟ بشتغل سيلز. طيب جميل قوي. انا لما اكون بشتغل سيلز ومعايا مشط عايز ابيعه، ليه هروح ادور على القرعه اصلا؟ يا عم مش هبيعه للقرعه. ما انا في اختراع في السيلز اسمه ان انا اكواليفاي الليدز بتوعي واتاكد ان هم بروسبكت، وبالتالي لازم يكون عنده شرط النيد اللي هو يستعمل بيه البرودكت بتاعي. فاول اجابه كده، لو انا شغال سيلز مش لازمني اصلا القرعه ومش هشتغل عليهم. خلاص. طيب لو انا بقى بشتغل ماركتنج او بقدم على وظيفه ماركتنج واتسالت سؤال زي ده، انا كماركتير بعمل اختراع بسيط اسمه سيجمنتيشن وتارجتنج، اتكلمنا عنه قبل كده اللي هو الاس تي بي. وانا بعمل سيجمنتيشن كده وبقسم الماركت، هجيب القرع اللي هم مثلا يطلعوا سي مثلا في مصر 30,000 100,000 مليون واحد، واركنهم على جنب واقول دول مش تارجتي. حقي كماركتير هبيع المشط للناس اللي عندها شعر وعايزه تسرح، فده برضو حقي مليون في المية. فانا الاجابه الثانيه، لو انا مقدم على وظيفه ماركتنج انا مش هبيع ومش هحط القرع في تارجتي. ده يزعل حضرتك في حاجه؟ ما يزعلكش، لان ده حقي ان انا اعمله. طيب هو الاجابتين دول مش عايز يسمعهم، وهفترض معاك ان هو انت شغال سيلز وقال لك بقى احنا بقى حاطين في الاستراتيجي بتاعتنا ان احنا نبيع المشط بتاعنا للقرع، هتبيعه ازاي برضو؟ ان كيس ان انا شغال في السيلز والماركتير عايزني ابيع مشط الواحد اقرع، يبقى اكيد الماركتير حاطط له بوزيشننج، هبيع الاقرع ده المشط في مناسبه، ولا يستخدمه مثلا سوفينير، ولا يكتب عليه حاجه، ولا يعلقه كتابلو، ولا يحطه مكان ريموت التلفزيون. اكيد الماركتير هو اللي مخطط ان يبيع المشط للاقرع، فاعمل لي ليه ايه؟ فاعمل لي ليه بوزيشننج معين. هبيعه فين يا جماعه؟ ده حاجه طبيعيه جدا جدا. فالحقيقه السؤال ده الناس بتتنطط على بعضها بالقصه بتاعت ازاي تبيع مشط الواحد اقرع. لا انت مطالب تبيع المشط للاقرع، ولا انت المفروض تبيع مثلا ايس كريم في الاسكيمو، ولا بطاطين في الكونغو، ولا الكلام ده خالص. القصه بتبدا من فوق. لو انا شغال سيلز انا هحترم جدا جدا تفكير الماركتير اللي فوق، عايز يبيع المشط لمين وهروح له. عايز يبيعه للناس اللي بشعر، اتس اوكي على راسي، هروح اقنعهم بيه. عايز يبيع للناس القرع بس بيقول لي هبيع لهم المشط ده في ايه بالظبط، هعمل كده وانفذ. لو انا شغال ماركتير انا الدماغ، انا اللي من فوق بقول هبيعه لمين وهبيعه له في ايه. وبالتالي لو انا ماركتير انا ممكن استثني القرع وما ابيعوش عادي خالص. الشركه بقى مصره على انها تعمل مشط مخصوص للاقرع وانا مجبر على كده، ماشي يا سيدي اديك الاجابه اللي انت بتحبها، حاضر. هقعد اتكلم مع الاقرع واشوف النيد بتاعته واشوف ممكن استخدمه معاه في ايه. اقول له خد حضرتك المشط ده ممكن تهدي بيه واحد صاحبك يكون بشعر فينبسط منك جدا، ممكن سعادتك تعلقه مثلا كتابلو، ممكن سعادتك تستخدمه مكان ريموت التلفزيون، ممكن سعادتك تعمل بيه يعني تكتب عليه ستوري، تكتب عليه مناسبه. شوف انت حر تتكلم معاه فتعرف النيد بتاعته، فتعرف ممكن تحط المشط فيه. لكن سؤال حقيقه الناس بتتنطط بيه على بعضها، وانا يعني ايه ما مش عارف ليه الناس بتتخض في الانترفيو ازاي تبيع مشط الواحد اقرع، مع ان مش دورك اصلا ان احنا نبيعه لواحد اقرع اساسا. يعني اشوفكم دايما على خير.